ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين ورمضان كريم عليكم. دي بقى مكرونة جوع اخر الليل، الناس المستعجلة. بصوا، مميزة جدا وطعمها حلو قوي قوي. يعني كل حباية مكرونة كده شاربة من الطماطم بطريقة خطيرة. يعني كل اللي بيشوفها فاكر ان انا بخترع فيها الذرة، يعني اللي بياكلوها من ايدي بيبقوا منبهرين قوي وحابينها وبيطلبوها مني، ولاد اخويا بقى واخواتي وعندنا في البيت كله. تمام. إيه، انت هتشوف الطريقة دلوقتي هتنبهري من الولا حاجة اللي انا عاملاها فيها. بس بجد الطريقة دي احلى حاجة. انا عارفة ان المكرونة لها مليون طريقة، بس كل الطرق بيعملوها بيحاولوا ان هم يطلعوا الطعم ده منها. اول حاجة واخر حاجة طبعا يعني هي كلها في نص خطوة كده. الزيت يكون سخن زي ما انت شايفة كده بيبقلل، وهحط دي طماطم على مية، مش طماطم بس، يعني طماطم انا حاطة فيها كوبايتين مية. تمام. انا مش عاوزاها تسبك، انا عاوزاه الطماطم دي تستوي مع المكرونة في نفس الوقت، عشان خاطر كل الطعم الطماطم. يعني الصلصة لما بتتعمل بتغير طعمها، لا انا عاوزة طعم الطماطم الاصلي. بصوا، هي بادئة يعني تغلي من الجناب، مش اتسبكت ولا خدت كذا غلوة، لا هي غلوة واحدة. هحط بقى الملح. بصوا المكونات ما تحاوليش تفتكسي فيها وتحطي فيها اي توابل تانية، جربها بس بالطريقة دي كده وشوفي هتبصي طعمها يغطي على اي حاجة. انا حطيت ملح وشطة و... وفلفل اسود وشوية خل. لو انتي مش عاوزة الشطة حطي بابريكا بس، تحطيش بقى مرقة دجاج ولا تحطي اي حاجة خالص. بس كده، وهحط المكرونة معاهم وشكرا، وهسيبها تغلي وخلصت المكرونة. دلوقتي بعد ما شربت المية بتهدي النار، بعد ما شربت الطماطم بالمية، وكل فترة هتقلبي وهتلاقيها بتحمر معاكي اكتر من الاول، لان الطماطم هتبدأ تتسبك وبتتسبك، وفي نفس الوقت بقى حباية المكرونة يعني بصوا خلاص هي شاربة طماطم لما قايلة بس. احنا بقى بنصبر عليها لحد ما تيجي تكشفي تلاقي الحلة بتطلع بخار كتير قوي، فاهمة؟ بس كده، وبألف هنا وشفا. وجربيها بس ما تحاوليش تحطي فيها اي توابل من دماغك. يعني زي ما في كذا طريقة للمكرونة، جربي طريقة المكرونة من غير اي حاجة، بالملح والفلفل الاسود والخل بس. دي اكتر طريقة بتخليها تتاكل كلها، ولو باتت بتفضل جوسي لاخر معلقة. بس باي.